كنس وانظف ويقولوا ما مني فايدة، مسح وارتب برضو ما مني فايدة. قولولي طب اعمل ايه يا جماعة عشان مجهودي يبان في البيت. كنس وانظف ويقولوا ما مني فايدة، مسح وارتب برضو ما مني فايدة. يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. معلش بقى اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بس رجع لكم فيديو قوي جدا هننضف فيه الحمام ونعمل فيه روتين عميق. زي ما انتم شايفين كده اعزكم الله، احنا جايبين التويلت. هنشوف ازاي نشيل الترسبات اللي من تحت دي. بالمنتج اللي انتوا شايفينه ده اسمه هاربك للي ما يعرفهوش. بصراحة انا جربته قبل كده، جميل جدا وبيشيل الترسبات اللي انتوا شايفينها دي، نتيجة طبعا عن الاملاح اللي بتبقى في المية وكده. بس انا اتخلصت من المية اللي كانت زايدة تحت. انت ممكن تشيليها مثلا بكوباية بلاستيك مش بتستخدميها، اللي هي استعمال واحد وترميها بعد كده. المهم يعني عشان يديك النتيجة اقوى. لكن لو مثلا حطيتيه والتويلت فيه مية، يعني ممكن يبقى النتيجة مش قوية قوي. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا اوزع على التويلت كله، وهسيبه بقى ان هو ايه يتنقع كده مثلا ساعتين 3. لو مثلا ممكن تعمليه قبل ما تنامي وياخد طول الليل، هيبقى النتيجة احسن واحسن. زي ما انتوا شايفين انا كده جبت الفرشة ووزعتها كده عشان تجيب ايه كل الترسبات اللي في التويلت. في حاجة كمان اهي هنبتدي ان احنا نعملها، ان انا هشيل الاصفرار اللي في الارض. للناس اللي عندها المشكلة دي انا بستخدم فلاش جميل جدا بيخلي الارض بترجع بيضة تاني وبتنور وبيشيل كل الاصفرار. خلاص زي ما انتوا شايفين اهو انا وزعته كده على كل الاطرف كده. طبعا لو في اصفرار في الارضية نفسها عادي بترش في كل حتة. زي ما انتوا شايفين انا سبته يتنقع كده شوية، وابتدى الاصفرار يطلع هو على الارض. ما خدش بصراحة ساعة زمن ولقيته ابتدى ان هو يطلع الحاجة دي كلها. ابتديت بقى قلت برضه اسيبه كده شوية يتنقع اكتر عشان يطلع اكتر. وقلت بقى ان انا ابتدي بقى انضف معاكم كده واظبط الدنيا. شلت كده فرش الاسنان وقلت بقى ايه لما نصبن بقى الدنيا كده حوالينا. فضيت كده الدنيا وقلت بقى ايه اللي جبت الليفة ورحت بقى صبنت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الروتين العميق ده بيتعمل مثلا مرة في الاسبوع، لكن الروتين اليومي للحمام ده مفيش غنى عنه. طبعا بتعملي كل يوم روتين يومي للحمام. جبت برضو كده الليفة ودعكت الاشان اللي حوالين كده الحوض عشان ينور كده، وشلت طبعا العليقة دي، بس للأسف ما صورتهاش. نضفت من وراها طبعا. ابتديت برضو ان انا خلاص خلصت كده وشطفت ورصيت برضو الفرش اهو زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كيس حمام كريم، اكياس الشامبو حطيتها كده. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. وما تنسوش كومنت منكم حلو كده يحفزني ان انا انزل فيديوهات باستمرار. هنا خلاص كده انا خلصت جزئية اللي هي العلقة، انا معرفش اسمها ايه. ابتديت بقى خدت الليفة كده ونزلت على الحوض، رحت غسلة محترمة كده. انا بصراحة لما بحب ان انا انضف الحمام بحب انضفه اكتر بالليفة. يعني في ناس بشوفها بتعملها بفرشة، بس انا بحس ان انا بستريح اكتر للليفة، يعني بتنضف معايا احسن. وشطفت اهو زي ما انتوا شايفين اهو الحوض نور. برضو شطفت تحت الحوض كده، مسكت بقى اللي هو باسكت الزبالة عزكم الله يعني بتاع الحمام، وبرضو صبنته
وخليته زي الفل. هو بصراحة الحمام كان محتاج انقاذ وانا بصراحة رحت قلت لا يلا بقى نبتدي بقى ان احنا نعمله ننضفه كده تنظيفة عميقة وكده. شطفت اهو الباسكت، وهسيبه بقى يتصفى لحد ما اعمل حاجة تانية. اهو زي ما انتوا شايفين هسيبه بقى يتصفى. هنا بقى وانا بصبن الحنفية كنت عايزة اقول لكم على حاجة. يعني في ناس بتستعمل خلطات، وبتستعمل مثلا حاجات من عند بتاع المنظفات وكده. عايزة اقول لكم هي كل اللي انا عملته صابون المواعين العادي، والليفة الناعمة اللي هي السلكة الناعمة، ودعكت بس واتكيت على ايدي شوية، رجعت الخلاط زي الفل وكان بينور بصراحة. يعني مش لازم ان احنا نكلف نفسنا، بتعملي بأبسط الاشياء اللي عندك هتلاقي الحاجة بترجع زي الفل. هنا برضو ابتديت بقى ان انا اصبن كده الاشاني. صراحة انا ما كنتش مقتنعة بالمقشة بس بعد كده بقى كملت انا مع نفسي بالليفة. شطفت اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص هنا كده كنت خلصت بقى التصبين الإشاني كله وشطفته كمان. ابتديت بقى ان انا اعمل كده التويلت من فوق، برضو صبنته تصبينة حلوة كده. معلش بقى ان انا بسكت في طول الفيديو، يعني عشان بس انا مش لاقيه كلام صراحه اقوله فعايزاكم يعني تتفرجوا وتشوفوا النتيجه انتوا ايه بنفسكم. خلاص اهو كده ابتديت ان انا اصبن بقى من جوه كمان. هتشوفوا دلوقتي هوريكم النتيجه بعد ما سبت هربك قعد بتاع 4 ساعات تقريبا او اكتر. هوريكم ازاي بقى البقع والحاجات اللي كانت في طيلة راحت. هنا بقى زي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا ادعك بقى عشان كل الحاجات اللي هي دابت مع النقع يعني خلاص طلعت، فابتديت بقى ان انا ادعكها كده عشان اشطف. انتظروا بقى كده النتيجة هتبهركم ان شاء الله. اهو زي ما انتوا شايفين هتلاقوا فرق شاسع جدا ما بين قبل وبعد. ايه رأيكم؟ النتيجة بصراحة وهمية وبصراحة تستحق ان انتوا تعملوها يعني وتجربوه. المنتج جميل جدا ورخيص، كان عامل عليه عرض ب25 جنيه. بصراحة كان حلو جدا. زي ما انتوا شايفين هنا بقى كده انا كنت خلصت. ابتديت بقى ان انا اعمل خلاص الارضية. كل الحاجات الصفرة اللي كانت في الجناب الحيطان دي طلعت زي الفل بقت. يعني بصراحة مش قادرة اقول لكم، هي يمكن التصوير مش مبينها قوي، لكن الخطوط السوداء اللي في الارض دي ده الاسمنت او الجبس تقريبا اللي بيسقوا بيه الارض هو طلع، لكن مش حاجة مثلا متوسخة او حاجة زي كده، لا. زي ما انتوا شايفين كده كله طلع وبقى زي الفل، والارض بصراحة نورت. خلاص كده كنت بفنش والحمد لله خلصت. شايفين التويلت منور ازاي؟ ابتديت بقى كده خلاص هجيب الباسكت حطيته بعد ما اتصفى، وحطيت كمان جردة للمسح والفرشة كمان. وده كان الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، ولو استفدتوا منه بحاجة بسيطة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.